الاخر ديال الانتقالات في هذه 24 ساعه الاخيره. جديد الصحف والصحفيين العالميين موجه عند البايرن، والسعوديه ما حابينش يخربوها غير في اللاعبين بل حتى في المدربين. وشكون اللاعب اللي حاب نونو طالق جنونو يكون في الاتحاد حال؟ قلع الحسين. رافائيل غيريرو ظهير دورتموند بافاري، والاعلان الاسبوع المقبل. قضيه بنجامين بافار غنشدوها من جوج زوين. من جهه الصحافه الانجليزيه اللي كتقول ان وكلاء الاعمال ديالو في حديث مع ليفربول، اما من جهه الصحافه الالمانيه فبايرن منفاتحين على الخروج ديالو، يا اما بيع في زوين 30-40 مليون يورو ولا صفقه تبادليه، مادام ان اللاعب هو اللي حاب يخرج. والخيارات سيتي، ليفربول، يونايتد، الريال والبارسا على حسب الصحافه الالمانيه. وماشي غير بافار، فاداره بايرن تنتظر باري للتحرك من اجل لوكاس هرنانديز. فريق ما حابش يخسروا بالمجان في الصيف المقبل. في البافاري نيت النادي ما عندوش نيه لتفعيل عقد شراء كانسيلو ب 70 مليون يورو. بارسا كانوا حابينه من شهر واحد ويقدروا يديروا شي تحرك، لكن كلشي على حساب المشاكل الماليه اللي عندهم مع الليغا. ارسنال حاطينه في لا ليست حتى هما، واخا ساديو ماني حاب يبقى، لكن هو راه واحد من اللاعبين اللي في لائحه الاستثمارات السعوديه هذا العام ولا العام الجاي. البايرن كيشوفوا امرابط لاعب مهم، لكن الاولويه لديكلان رايس اللي قريب اكثر من الارسنال. دابا نخرجوا من بايرن وندوزو عند اوتاميندي اللي من بعد ما انتهى العقد ديالو مع بنفيكا جددوا معاهم لسنتين. نيوكاسل والمانيو يريدون كيمين جاي من نابولي. الشياطين غير متفائلين على انهم قادرين يحصلوا على هاري كين، لكنهم كذلك بالنسبه لميسون ماونت. ناتشو لن يذهب لإنتر، سيوقع عقد سنه مع الريال. بوليسيتش عنده عده عروض، كاين الميلان حاضره بقوه، لكن تشيلسي غيعطيو الاولويه الا كانت شي صفقه انتقال حرفي، يعني ديك اعاره واحقيه الشراء وداك التخربيق لا. حابين يتفكوا من بعض اللعابه بصفه نهائيه. يوفي رفضوا خيار شراء ميليك من مارسيل، اللاعب سيعود الى الفريق الفرنسي ويشوفوا لمن يبيعوه. أليغري ترند في ايطاليا، الكل يتحدث عن عرض مهم من السعوديه، هو حاب يبقى في اليوفي، لكن شوفوا واش العرض قادر عن تغيير قناعاته. نونو طالق جنونو مدرب الاتحاد حاد يريد جلب جواو موتينيو لاعبه السابق في وولفرهامبتون. وهذا ما كان عشيري، الا حبيتي ما تنساش تدعمنا بفولو وشير وتحياتي.